السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم في قناتي. اليوم ان شاء الله راح نقدم معكم اللي هو خبز القمح صحي كتير، يعني بطريقة مميزة، طريقة صحية 100%. يعني هذه الوصفة انطلبت مني كذا مرة، واليوم ان شاء الله طبقت لكم اياها. والاخت اللي كانت طلبت مني الشاورما ان شاء الله راح نعمل لها اياها ان شاء الله، يعني ما نسيتهاش. كل طلباتكم ان شاء الله راح تصلكم اول باول. راح نخليكم المقادير على الشاشة، نكتب لكم اياها بصندوق الوصف، ونروح لطريقة التحضير. اول شي عندي 500 جرام اللي هو طحين قمح. شوفوا كيف الطحين قمح 100%، مش رح نخلط له طحين ابيض. عندي معلقة كبيرة اللي هو بودرة الخروب. هذه بودرة الخروب فيها نسبة حلاوة، يعني من دون ما نحط سكر. عندي معلقة كبيرة شومر، معلقة كبيرة خميرة، ونص معلقة صغيرة طبعا ملح. الملح هذا على حسب الرغبة، في ناس بيحطوه كمان مسوس يعني من غير ملح. راح نحط كوباية حليب ونعجن شوي شوي. بنضيف المية الدافية طبعا، كوباية حليب، او اللي ما عندوش حليب سائل يحط معلقتين حليب بودرة ويلمها بالمية. طبعا هذه العجينة شوفوا كيف الطحين دايما تاع القمح غير طحين الابيض. راح نحط لها 5 معالق اللي هم زيت الزيتون. قلت لكم الخبز هذا صحي 100%، هذا هو القوام تاعه. طحين القمح ما يجيش معلق كتير، بهذه الطريقة راح يكون طري، مش راح يكون جامد كتير. راح نجيب انا صحن، راح نحط فيه كمان شوية زيت زيتون ندهنه، ونفضي هذيك العجينة اللي كنت عجنتها مليح. شوفوا كيف القوام تاعها يكون هيك متلاصق شوي، ما يكونش جامد. هذا هو القوام تاعها، شوفوا كيف يلصق في الايد. نحط طبعا شوية زيت في الصحن، وبعدها بنضيفه راح نغطيه ونخليه من 20 ل 25 دقيقة على حسب حرارة المطبخ الموجودة. طبعا راح نغطيه ونخليه شوية يخمر، يعني مش كتير. اول ما خمر ما شاء الله ضاعف الحجم تاعه. شوفوا كيف بيكون هو. قلت لكم طحين القمح غير عن الطحين الابيض. راح نجيب طبعا صينيه مدوره او كاري، يعني على حسب الصينيه اللي بتدخلوها الفرن اللي بتاخد لكم العجينه. انا هذا 500 جرام طحين. راح نحط الصينيه هذه، راح نحط لها زيت زيتون ندهنها مليح، يعني بالشكل هذا. بعدها راح نجيب انا طبعا اللي هم الحبوب هذه تاعت الشوفان، راح نرشها كلها بالصينية تحت، ونجيب هذاك العجينة تاعت الخبز وراح نقرصها هيك فوق الحبوب هذيك اللي حطيناها تاع الشوفان. يعني الحين راح نقدر نحط كمان زيت زيتون من فوق على الخبزة. يعني هذا بصراحة تاعون الرجيم اللي بيحبوه الخبز هذا، وصحي صحي 100%. يعني الناس الحين بتروح تشتري خبز القمح مخصوص عشان تاكله، يعني بيكون بيأكلش كتير وخفيف وزاكي كتير يعني، وكمان عملتيه بإيدك يعني عارفة ايش حطيتي فيه. راح نحط هيك زيت زيتون من فوق ونقرصه هيك على حسب الصينية الدائرية كلها. وبعدين شوفوا كيف نحاول نخلي المستوى كله زي بعض. وبعدين بنجيب الزريعة طبعا الموجودة عندك، اي زريعة تكون موجودة عندك بتحطيها بالشكل هذا. نرشها كلها من فوق، ونزيد نجيب كمان شوية شوفان نرشها من فوق بالشكل هذا. شوفوا كيف صارت ما شاء الله. راح نغطيها طبعا ونخليها تقريبا 20 دقيقة واحد اخرين. نشوفوا بس الحجم تاعها ضاعف شوي. في الفترة هذه انا اكون سخنت الفرن على 160. راح ندخلها الفرن تحمر من تحت، بعدها بنشعل لها من فوق تتحمر. وهذا هو الشكل تاعها بعد ما تحمرت من فوق ومن تحت. شكلها والله شهي. شوفوا كيف ما شاء الله. يعني اللي يحب الخبز القمح وصحي 100% يجرب الطريقة هذه، راح تعجبه كتير وسهلة كتير. يعني درت لكم اياها يعني بأبسط الطرق. ان شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها. شوفوا الشكل تاعها كيف جا خفيف كتير. شوفوا كيف ما شاء الله، والله خبز بشهي. ان شاء الله تجربوه وتنجحوا فيه. ما ضني غير اقولكم نتلاقى في فيديو جديد ان شاء الله.